تخيل معايا تكون شاب فاشل وقوتك ضعيفة جدا، وبسبب ضعفك الكل بيتنمر عليك ومحتقرينك على الآخر لحد ما بتحصل على نظام أسطوري بيغير حياتك بالكامل. القصة دي جامدة وفيها شغل فاخر من الآخر يا صاحبي، فعاوزك تجيب حاجة حلوة زي كده وحش الشاشة وتعالى كمل معايا الحكاية علشان تستمتع في النهاية. ويلا بينا نبدأ. بتبدأ حكايتنا في القصر الشمالي اللي بيكون فيه شاب عمال بيتدرب عشان يرفع من قوته، بس مع الأسف مفيش حاجة محواه معاه خالص. وبنعرف إن الواد ده هو تيان. المهم بتيجي المزة دي عنده وبتقول له إن سيدة القصر عاوزاه دلوقتي. وداخل القصر الشمالي نسوان القرية كلها بيكونوا بيبصوا باحتقار لتيان، وده بسبب المستوى الصقلي بتاعه العيان جدا. بيبدأ تيان يشرح لنا الوضع، فلسبب ما هو ما عندوش قاعدة صقر، بالإضافة إن أمه كسرت أحد القواعد، وده بعد ما اتجوزت راجل وجابت تيان عندهم. استنى يا وحشة، المفروض كانت تجيب تيان منين؟ المهم بتيجي صاحبة الجمال الفتاك الحاجة يون، واللي بتطلع عم تيان. فعلى حسب كلامه يون كانت الشخص الوحيد اللي فضل يرعيان الملك الأصلي لحد ما كبر. وركز معايا على كلمة الملك الأصلي علشان هنحتاجها بعدين. المهم يون بتروح تدي للواد الصندوق ده، واللي لما بيفتحه بيلاقي حبة التنين جواه، وده بيفاجئ الكل جدا. فحبة التنين من الحبوب النادرة والغالية جدا، وبيطلع إن يون جابتها علشان تساعد تيان في الرفع من مستوى صقله. لحد ما بتيجي واحدة من القصر وبتقول ليون إن الطائفة الروحية جاية عندهم، وبنعرف إن في 5 مستويات للقوة العظمى في العالم ده. الأقوى ما بينهم بتكون المملكة السماوية، وأقل حاجة فيهم هي مستوى القصر. فبتروح يون علشان تتعامل مع الطائفة اللي جاية. تيان ساعتها بيكون متضايق من حياته، فعلى الرغم من تدريبه الشاق لكنه عاجز عن رفع مستواه. لحد ما بيجي شلة البار دول، واللي بيكون واحد منهم عاوز ياخد الحبة بتاعت تيان، بس تيان بيقول له إن ده مش هيحصل. فبيروح الواد علشان يضرب تيان وبيوقعه على الأرض. ساعتها الحبة بتقع من جيبه والواد بيروح علشان ياخدها، بس تيان مش بيسيبه وبيروح ياكل الحبة على آخر لحظة. فبيتعصب الواد جدا وبيروح علشان يموت تيان، بس فجأة الزمن بيتوقف من حوالين تيان، وبتظهر قدامه منافسة النظام اللي بترفع من قوته بشكل كبير جدا. تيان مش بيضيع الفرصة وبيروح علشان يهجم على الواد بقوة كبيرة جدا بترقده. فبيتفاجئ تيان من اللي حصل وبيكون مش مصدق مقدار القوة الكبيرة اللي وصل ليها. وبنعرف إن في 9 مستويات طاقة في العالم ده، أضعف مستوى فيهم هو مرحلة تنقية الجسد، والمستوى الأقوى هو المحارب السماوي. وعلشان الموضوع كبير فهنشرح بالتدريج بعدين. الواد ساعتها بيعتذر لتيان عن اللي عمله وبيطلب منه يسيبه علشان يعيش. فبيصعب عليه تيان وبيقرر إن هو يسيبه، بس الحيوان مش بيحرم وبيروح علشان يهجم على تيان من ظهره. بس تيان بيعرف يوقفه وبالسيف بتاعه بيروح يخلص عليه. وهنا بيقول له النظام إن هو حصل على 5 نقاط نظام وتقنيات الواد كلها. فبيبص تيان على الإحصائيات بتاعته وبيلاقي إن هي قوية جدا. ساعتها بيدي نظام تيان حزمة المبتدئين بمناسبة أول قتلة ليه. فبيروح تيان علشان يفتحها وبتفاجئ إنه حصل على بطاقة خاصة بترفع من الخبرة بتاعته 10 أضعاف. فبينبسط تيان جدا لأن بالطريقة دي هيرفع من قوته بسرعة مرعبة جدا، لحد ما بيلفت انتباهه كلمة جنوني في النظام بتاعه. فبيروح علشان يسأل النظام عن معناها. النظام بيقول له إن الوضع الجنوني بيتفعل بنقاط النظام، وخلال تفعيل الوضع الجنوني كل الإحصائيات والمهارات بتاعته هتتضاعف. تيان مش بيكون مصدق اللي بيسمعه، فباستخدام النظام ده هيكون المحارب الأقوى في العالم. بس فرحته مش بتكمل لأن الوضع ده بياخد نقطة واحدة كل دقيقة، وتيان مع الأسف مش معاه غير 5 نقط بس. فبيقرر إن هو يدور على طريقة علشان يكسب نقاط أكتر. ساعتها الشباب بيزعقوا لتيان علشان قتل صاحبهم فانج، بس تيان بيقول لهم إن هو اللي حاول يقتله الأول وهو بس دافع عن نفسه. لحد ما بتظهر يون في المكان، وقبل ما تسأل بيظهر تلاميذ الطائفة الروحية ومعاهم زاو أحد شيوخ الطائفة. المهم بيروح أخو فانج وبيسأل عن الشخص اللي قتل أخوه. تيان بيقول له إن فانج حاول يسرقه الأول وهو بس دافع عن نفسه. أصحاب فانج بينكروا الكلام ده وبيقولوا إن تيان هجم عليهم بدون سبب. ساعتها الشيخ زاو بيستغل الوضع وبيحاول إنه يضغط على يون علشان يطلع منها بأي مصلحة. فبتسأل يون هم عاوزين منه إيه. أخو فانج بيقول لهم إنه عايز يقتل تيان حتى الموت. الشيخ زاو بيوافق على كلامه، بالذات إن تيان قتل واحد من الطائفة بتاعتهم. يون بتقول لهم إن هي مش موافقة على الكلام ده، بالذات إن تيان ما عندوش قاعدة صخل أصلا. بس زاو مش بيهتم بكلامها وبيقول لها إن هي لو ما سمعتش الكلام بتاعه هيدمر القصر بتاعهم. وعلى طول بتروح مدياله يون كف على وشه بيرقده، بتقول له إن القصر بتاعها مش هيتنازل عن أي حد، وتيان مش استثناء عن القاعدة دي. الكلام ده بيعصب زاو جدا وبيقرر إن هو هيبدأ الحرب. الطرفين ساعتها بيستعدوا علشان يبدأوا المدعكة، لحد ما بيوافق تيان على النزال بتاع الطائفة. وهنا بتتفاعل مهمة من النظام وبتقول لتيان إن هو لازم يكسب المسابقة. فبينبسط تيان لأن ده اللي كان عاوزه. النظام بيبدأ يعرض المكافأة بتاعة الفوز بتاع تيان، واللي بتكون درع سحري و200 عملة ذهبية. تيان بيتفاجئ من المكافأة الكبيرة دي، بالذات إن دروع الأسلحة السحرية قيمة جدا وبتنقسم ل4 مستويات. الأقوى فيهم هي القطع الأثرية والأضعف هي القطع العادية. المهم يون بتروح عند تيان
وبتقول له يوقف العبط ده، بس تيان بيقول لها ان هو اللي اتسبب في المشكله دي ولازم يحلها بنفسه. زاو بينبسط من الكلام ده وبيقول لهم ان المسابقه هتتعمل بعد اسبوعين من دلوقتي، وبعدها بيمشي من المكان. بتشوف بعدها تيان قاعد مع يون في القصر بتاعها، فبتساله يون عن سبب اصراره على القتال رغم مستواه الضعيف. تيان بيقول لها انه ما يقدرش يقول لها عن السبب دلوقتي، بس اكيد هو هيخرج من المعركه دي وهو منتصر. بيرجع بعدها تيان للغرفه بتاعته وبيبدا يشوف حزمه الهدايا اللي حصل عليها من النظام، فبيتفاجئ انه حصل على 2 من المهارات الخاصه ولفه يا نصيب واحده. فبيروح تيان عشان يشوف الموضوع ده وبيتفاجئ بعجله كبيره قدامه. بيقول له النظام انه يقدر يلف العجله دي مره واحده بشكل مجاني، وعلى طول بيروح تيان علشان يلف العجله لحد ما بيحصل على سلاح من المستوى العادي. بس لما بيشوف تيان احصائيات السلاح بتاعه بيلاقي انه يقدر يرقي السلاح لما يحصل على نقاط خبره كفايه. فبيشوف تيان هو محتاج كام نقطه علشان يرقي السلاح بتاعه، لكنه بيتفاجئ انه محتاج 10,000 نقطه نظام. فبيحس تيان بالاحباط من الكلام ده لان قتل فانج اداله 5 نقط بس. ده معناه انه ممكن يفضل يجمع نقط طول عمره علشان بس يطور السلاح العادي اللي معاه. فبيفكر انه هو يستخدم اليانصيب تاني، بس بيتفاجئ انه هو محتاج 1000 نقطه للفه الواحده. فبيقرر تيان انه يدور على طريقه علشان يكسب فيها نقاط اكتر. وبالليل بيتسلل تيان لخارج القصر لحد ما بيلاقي الذئاب الروحيه محاصرينه من جميع الاتجاهات، وعلى الرغم من عددهم وقوتهم الكبيره لكن تيان بيكون هادي جدا. المهم بتهجم الوحوش على تيان علشان تموته، بس تيان بيستخدم تقنيه الامتصاص بتاعته وبيقدر يسحب قوه الوحوش لحد ما بيموتهم. وده بيفاجئ تيان جدا لان بعد ما قتل واحد من الوحوش اخد نقاط خبره كتيره جدا ومعاها 3 نقاط نظام. فبيروح يكمل قتل في باقي الوحوش علشان ياخد نقاط اكتر، وكل ما بيخلص على وحش قوته وسرعته بتزيد اكتر واكتر. فبيطلع تيان القفاز الجليدي بتاعه وبيفعل مهارته واللي بتكون قويه جدا وبتقدر تموت كل الوحوش مره واحده. تيان بيكون مش مصدق قوه السلاح المرعب اللي معاه وبيروح علشان يخلص على باقي الوحوش بحيث يرفع من قوته لحد ما بيخلص عليهم كلهم. فبيبارك النظام لتيان علشان وصل للمستوى الثامن من عالم صقل الجسد لحد ما بيظهر زعيم المنطقه عند تيان. وهنا بيطلب النظام من تيان ان هو يخلص على الزعيم دلوقتي، وفي المقابل الزعيم ده هيبقى الخادم بتاعه. فبينبسط تيان وبيروح علشان يموته. بيعدي اسبوعين وبيجي ميعاد المسابقه، وهناك بيكون الكل حضر الا تيان. فبيسال زاو عن مكان تيان دلوقتي لان هو اتاخر جدا على المسابقه بتاعتهم. يون بتقول له ان هو جاي دلوقتي فلازم يستنوه شويه، بس زاو بيقول لها ان هو لو ما جاش دلوقتي هيتم تدمير القصر بتاعها. بس ساعتها بيظهر تيان في الوقت المناسب بعد ما استعد للمعركه دي بشكل كامل. زاو بينبسط جدا من اللي حصل، فلو كسب تيان دلوقتي هيقدر يحصل على كل الكنوز بتاعت قصر يون. المهم بيروح زاو وبيشرح قواعد المسابقه واللي بتكون بسيطه جدا، اللي هيكسب 3 معارك من اصل 5 هو الكسبان. فبيروح تيان عشان يبدا المعركه، بس يون بتحاول توقفه، بتقول له ان هو الوحيد اللي في القصر اللي ما عندوش قاعده ساق، فلو راح هناك هيموت لا محاله. بس تيان بيقول لها ان هو خطط لكل حاجه قبل ما يجي وبيضمن ليها ان هو اللي هيكسب المسابقه دي. فبيأمر زاو اخو فانج ان هو يروح علشان يخلص على تيان دلوقتي. ولما بتبدا المعركه بيهجم اخو فانج على تيان بقوه كبيره جدا، بس تيان بيعرف ان هو يمسكه وبيبدا ان هو يستخدم تقنيه الامتصاص بتاعته. الواد بيترعب من الوضع ده وبيهجم على تيان بالسيف السام بتاعه. يون ساعتها بتحاول توقفه بس زاو بيمنعها على اخر لحظه لحد ما بيضرب تيان الراجل بالرجل وبيقدر يدخل السكينه في جسمه وبيخلص عليه. وده بيخلي تيان ياخد 20 نقطه نظام ومعها كل المهارات الروحيه بتاعته. زاو ساعتها بيكون هيتشل من الغضب وبيقرر ان هو ينتقم من تيان باي شكل. يون بتكون مبسوطه ان المعركه الاولى عدت بسلام، بس زاو بيكون لسه متضايق من الوضع وبيطلب من تيان ان هو يكمل القتال مع باقي تلاميذه. يون بتقول له ان ده مخالف للقواعد، فالفاز في المعركه المفروض ما يقاتلش تاني، بس تيان بيقول لها ان هو مستعد يقاتل. فبغض النظر عن الفايز هو اللي هيكون الفايز في النهايه. زاو بيروح باعت التلميذ اللي بعده واللي بيكون اسمه تشانج. المهم تشانج بيروح عند تيان وبيقول له ان هو اقوى منه بكتير، عشان كده هو هيديله فرصه، فلو عرف يتحمل 3 ضربات منه هيعترف بالهزيمه. تيان بيروح يعلى عليه وبيقول له انه هيعرف يهزمه بحركه واحده بس. الكلام ده بيعصب تشانج وبيروح علشان يهجم على تيان بكل قوته، بس تيان بيعرف يضربه بشكل مباشر. ولكن المفاجاه ان الواد بيتحول لغبار. تشانج بيقول له ان دي المهاره بتاعته، فطالما معاه مانا هو مستحيل يعرف يلمسه. فبيحاول تيان انه يكمل هجوم عليه، بس الواد بيعرف يهرب في كل مره لحد ما بيهجم تشانج على تيان من فوق علشان يموته. بس تيان بيستغل الفرصه وبيمسكه من ايده، ولكن شانج بيكمل عليه بهجوم قوي جدا. الواد بيكون فاكر ان هو دلوقتي كسب المعركه، بس ما يعرفش ان هو قاتل الشخص الغلط. على طول بيستخدم تيان مهاره الامتصاص بتاعته اللي بتبدا تضعف قوه تشانج مع الوقت لحد ما بيكون على وشك ان هو يموته. بس فجاه بيطلع تشانج الحبه دي وبيفرقع نفسه. زو يفتكر ان هو اللي كسب في النهايه، بس بيتفاجئ بتيان اللي خرج من تحت الانقاض ولا كأن حصل له اي حاجه، وبيطلع
بيطلع إن تيان أكل حبة الشفاء قبل ما تنفجر الحبة بتاعة تشانج. محاربات القصر بيكونوا مبهورين من قوة تيان الكبيرة وشكله هيبدأ يجمع جيش معجبات دلوقتي، بس الموضوع ما انتهاش على كده لأن زاو مش بيكون راضي عن النتيجة دي. بيتهم تيان إن هو كان بيغش في المعركة. تيان بيقول له إن تلاميذه استخدموا وسائل غش عشان يموتوه، فلو هنتكلم عن الغش فطلابه هم اللي غشوا الأول، بس هو مستعد إن هو يكمل المنافسة علشان يثبت إن الطائفة بتاعته أضعف من إنها تتغلب على محارب ما عندوش قاعدة صقل زيه. زاو بيتعصب جدا من كلامه، بيقول لتيان إن هو لو عرف يكسب المرة دي هيديله حبة اختراق كمكافأة. الكلام ده بيفاجئ الكل جدا لأن حبة الاختراق من العناصر النادرة حتى بالنسبة للطوائف الكبرى. تيان بينبسط من المكافأة دي وبيوافق إن هو يكمل المسابقة، وعلى طول بيبعت زاو أقوى محارب نخبة عنده في الطائفة علشان يروح ويخلص على تيان. فبيطلع الواد السلاح بتاعه وبيبدأ يخوف تيان، بيقول له إن السلاح بتاعه تقيل جدا وحرفيا لو أخد ضربة واحدة منه هيموت بشكل بائس. بس تيان مش بيهتم بالكلام ده وبيطلع السلاح بتاعه عشان يبدأ المعركة. زاو بيفتكر إن تيان اتجنن، فسلاح تلميذه بعيد المدى، ولو تيان قاتل بالقفازات بتاعته هيموت قبل ما يستخدمهم حتى. ساعتها بيستخدم المحارب التقنية بتاعته اللي بتحاصر تيان في مكانه وبيروح علشان يهجم عليه بكل قوته، بس تيان بيستخدم تقنية التناسخ بتاعة تشانج علشان يعرف يهرب منه، وعلى طول بيروح يجمد رجل الراجل وباستخدام السلاح بتاعه بيخلص عليه. الكل بيكونوا مش مصدقين اللي حصل، فعلى الرغم من فرق المستويات الشاسع اللي بينهم تيان قدر يعمل المستحيل ويتغلب على اقوى 3 محاربين في الطائفة. فبيبارك النظام لتيان على اكماله للمهمة بتاعته وبيديله المكافأة اللي اتفقوا عليها. وبيبص تيان على الاحصائيات بتاعته وبيلاقي ان قدراته زادت بشكل كبير جدا. المهم يون بتروح تسأل زاو عن الحبة اللي وعدهم بيها. زاو بيكون متغاظ من اللي حصل بس بيكون مضطر ان هو يلتزم بالاتفاق، فبيروح رامي ليهم الحبة بتاعته وبيمشي من المكان. بعدها بتاخد يون تيان على المكان ده وبتسأله هو ازاي بقى بالقوة دي، فعلشان يقدر يتغلب على المحاربين بتوع الطائفة الروحية لازم يكون في ذروة عالم تنقية الجسد. بس تيان بيقول لها ان هو دلوقتي في عالم صقل الروح واللي تعتبر اعلى من تنقية الجسد بطبقة واحدة. الكلام ده بيفاجئ يون جدا لان تيان ما كانش عنده صقل السنين اللي فاتت دي كلها، فازاي عرف ان هو يخترق لعالم صقل الروح بالسرعة دي. تيان بيقول لها ان هو قابل خبير غامض وهو اللي علمه يرفع من مستوى صقله بالسرعة دي. الكلام ده بيطمن يون على تيان وبتطلب منه ان هو يخلي باله من نفسه. بيرجع تيان للبيت وبيبدأ يشوف الهدايا اللي حصل عليها النهارده، فبيلاقي ان هو حصل على تعليم المستوى المبتدئ من 3 مهارات متقدمة، وده بيفاجئ تيان جدا لان في الطبيعي الشخص يقدر يتعلم مهارة واحدة متقدمة، وبنعرف ان كل مهارة متقدمة ليها 9 مستويات، فكل ما كنت في مستوى اعلى كل ما قدرت تستفيد من المهارة بتاعتك بشكل افضل. ساعتها بيلاقي تيان ان هو عرف يحصل على لفة يناصيب مجانية وعلى طول بيروح علشان يجرب حظه، بس المفاجأة انه بيحصل على مهارة من المستوى الخرافي واللي بتكون هي هالة الحظ. فعلى حسب كلام النظام فطالما المهارة دي مفعلة هيحصل على 5 اضعاف الحظ. تيان بيتفاجئ من المهارة المرعبة دي وبيقرر ان هو يروح علشان يجربها، فبيلاقي ان هو بيخسر نقط كل ثانية بس مفيش حاجة بتحصل لحد ما بتيجي البت دي عنده وبتقول له ان سيدة القصر عاوزاه ضروري. فبيروح تيان عند مكان يون وهناك بتكون يون بتكلم باقي الشيوخ، بتقول لهم ان هي هتخلي تيان التلميذ الرسمي في القصر بتاعهم، بس واحدة من الشيوخ بتعترض على الكلام ده وبنعرف ان اسمها جيان. المهم جيان بتقول ليون ان تيان اضعف من ان هو يدخل القصر بتاعهم، بس يون بتقول لها ان تيان وصل لعالم صقل الروح دلوقتي وده يعتبر اعلى مستوى وصل ليه طالب في القصر بتاعهم، عشان كده هو هيمثل القصر بتاعها في غارة الآثار القديمة. ساعتها النظام بيدي مهمة لتيان وبيقول له ان هو لازم يروح الغارة دي ويسيطر عليها. تيان ساعتها بيتفاجئ من قيمة المكافأة بتاعت المهمة دي واللي بتكون 10,000 نقطة نظام ومعاها سيف اللانهاية، فبيفهم تيان ان المهمة دي هتكون صعبة جدا. ساعتها بتقطع افكار يون اللي بتسأل الشيوخ عن مكان الحداد بتاعهم وده علشان هي عاوزاه يعمل سلاح كويس لتيان. المهم بيظهر القارع ده عندهم وبيطلع ان ده كونج الحداد الامهر في المدينة. المهم يون بتقول له كونج ان هم عاوزين 3 اسلحة من المستوى الروحي. كونج بيقول لها ان هو ما عندوش مشاكل بس في المقابل هو عاوز يتجوز من بنات القصر، وبيبدأ يشاور على البنت دي اللي اسمها شياو. شياو طبعا مش بتكون موافقة على موضوع الجواز ده. كونج بيقول لها ان هو اهم حداد في المدينة ولو وافقت على الجواز هيعيشها زي الملكة، بس شياو مش بتوافق وبتطلب منه يبطل اللي بيعمله. الكلام ده بيعصب كونج جدا وبيقول لها ان هي لو رفضت الجواز مش هيعمل لهم الاسلحة. يوم بتجيب اخرها من العبط ده، بتقول له احنا مكبرينك عشان انت شخص مشهور في المدينة، بس لو انت هتتجنن وفاكر ان انت هتعرف تلوي دراعنا احب اقول لك ان احنا مستعدين نقطعه علشان كرامتنا. جين الخنزيرة بتروح ماسكة شياو علشان تخليها توافق بالعافية، فبالنسبة ليها 3 اسلحة روحية اهم بكتير من طالبة ضعيفة زيها. بس تيان بيرفض ان ده يحصل وبيروح يتحدى كونج في مسابقة للحدادة. كونج ساعتها بيستهزأ من كلامه بيقول له شاب ضعيف زيك عاوز يغلبني يبقى غطيها بس كويس وانت نايم.
نايم. تيان برد عليه وبيقول له طالما انت واثق من نفسك قوي كده فمفيش مشاكل لو قبلت التحدي بتاعي. كونج بيقول له ان هو لو كسب فهو مستعد يديله افضل سلاح عمله لحد دلوقتي، بس لو خسر فهو هيخلي الشيا والخادمه بتاعته. تيان بيقول له ان هو عنده حاجه افضل، فلو هو كسب عليه هيقطع دراعه. ساعتها النظام بيقول لتيان ان هو لو كسب على كونج هياخد الشعله الخالده كمكافاه. المهم بيوصلوا كلهم لمكان الناقد بتاع القصر علشان يبداوا. كونج ساعتها بيكون مستغرب من ثقه تيان الكبيره، فحتى هو فرصه نجاحه في عمل سلاح روحي هي 50% في افضل الاحوال. المهم بيبدا تيان ان هو يعمل السلاح بتاعه. جيان ساعتها بتقول ليون ان لو تيان فشل هيخسروا عناصر كتيره جدا، بس يون بتقول لها ان هي هتكون المسؤوله عن اي حاجه تحصل. وهنا بيبدا تيان انه يرمي العناصر بشكل عشوائي. كونج بيكون فاكر ان تيان مش فاهم هو بيعمل ايه، لحد ما بيطلع تيان السيف بتاعه من اول محاوله. النظام بيبارك لتيان على اتمامه للمهمه بتاعته وبيديله النار الخالده وبيرفع مستوى الحداده بتاعته. يون بتمسك السلاح بتاع تيان وبتكون مش مصدقه نفسها، فبالنسبه للسلاح روحي عادي، السلاح ده معمول بحرفيه عاليه جدا. كونج بيكون متضايق من اللي حصل وبيقول لتيان ان هو خدعه وهو ما قالوش ان هو ماهر جدا في الحداده. كان بيقول له ان الكلام ده مش مهم دلوقتي ولازم يلتزم بوعده ويسلم السلاح بتاعه. جيم بتعترض على اللي بيحصل، فاهانتهم لكونج هتتسبب في خساره شخص مهم زيه، بس تيان بيقول لها ان هو هيهتم بصناعه الاسلحه بدل الخنزير ده. على طول بيبدا تيان انه يستخدم النار الخالده بتاعته وبيقدر ان هو يعمل سلاح روحي متوسط المستوى، فبيتفاجئ الكل من اللي حصل لان حتى كونج ما يقدرش يعمل اسلحه بالقوه دي. تيان بيقول لهم ان دي مجرد البدايه، فقريب هو هيعمل سلاح زي ده لكل تلاميذ القصر. ساعتها النظام بيقول لتيان ان هو فتح مهاره التفضيل اللي بتسمح ليه انه يعرف مقدار التفضيل بتاع الناس ليه، فبيروح تيان عشان يشوف التفضيل بتاع يون وبيلاقي ان هو عالي جدا. المهم تيان بيقدر انه يخلص اسلحه كتير ليون، بس مع الاسف الموارد بتاعتهم بتكون خلصت، فبتدي يون المخطوطه دي لتيان وبتطلب منه يروح يشتري العناصر اللي فيها من المدينه، وعلى طول بيوافق تيان على طلبها. في اليوم اللي بعده بيروح تيان مع اتنين من طالبات القصر واللي بيكون اسمهم لينج وشين. يون بعدها بتدي شيان خاتم الفراغ بتاعها علشان يشيل الحاجات اللي هيجيبها، فبيوعدها تيان ان هو هيخلص المهمه بتاعتها في اسرع وقت. وفي الطريق بيسال تيان عن المدينه اللي هم رايحينها، فبتقول له شين ان هم رايحين لمدينه الرياح دلوقتي. ولما بيوصلوا بيكون تيان متفاجئ من ضخم المدينه، لحد ما فجاه بتيجي العربيه دي اللي بتكون بتدوس اللي هيجي في طريقها، فبيهرب الكل علشان العربيه ما تدوسهمش. وبنعرف ان العربيه دي تابعه للطائفه الحرفيه اللي بتملك سلطه كبيره في المدينه. وفجاه بتيجي مهمه من النظام لتيان وبتكون ان هو لازم يهزم تلميذ الطائفه الحرفيه. تيان بيتفاجئ من المهمه دي، فعلى عكس باقي المهمات اللي خدها قبل كده وهنا عنده حريه الاختيار ان هو يرفض المهمه، بس طبعا تيان بيوافق ان هو ياخد المهمه لان المكافاه بتاعتها بتكون كبيره جدا. في الوقت ده بتكون البت دي بتتخانق مع البياع، وده لان هو اخد منها الاعشاب بتاعتها بسعر رخيص جدا، بس الحيوان بيفضل يشد في شعرها علشان يخليها ترضى بالسعر ده. تيان ساعتها بيشوف اللي بيحصل من بعيد وبيقرر ان هو يروح علشان يوقف العبط ده. ساعتها البت بتروح تعض الراجل علشان اللي عمله، وده بيعصب الراجل جدا وبيروح علشان يضربها، بس ساعتها بيوصل تيان على اخر اللحظه وبيعرف يمنعه. بيقول له تيان مش عيب عليك تكون شحط وعاوز تنصب على العيله زي دي. الراجل بيتعصب جدا وبيروح علشان يضرب تيان، بس تيان بيديله كف بيبوظ وشه، فبيترعب الراجل من هالة تيان المرعبه وبيطلب منه يسيبه علشان يعيش. المهم بعد ما بيسيب تيان الراجل النظام بيدي لتيان 1000 نقطه خبره وخمس نقاط هيبه. ساعتها البت بتشكر تيان على مساعدته وبتعرفه ان اسمها جيو. تيان ساعتها بيرد عليها ان هي تنضم للقصر بتاعه، بس البت بتقول له ان مؤهلاتها ضعيفه ومش هتكون مفيده ليه، بس تيان بيكون مصمم ان هي تنضم ليهم. فبتقول له جيو ان هي كانت عاوزه تنضم ليهم، بس مع الاسف هي ما تقدرش تسيب اخوها لوحده. وهنا بتدفع مهمه تانية لتيان وبيكون مطلوب منه ان هو يساعد اخو جيو، فبيستغرب تيان من المهمة دي لأنه بيلاقي إن المكافأة بتاعت المهمة فيها نقاط هيبة تاني، فبيسأل النظام عن معنى النقاط دي. النظام بيقول له إن ده مؤشر مميز، فكلما زادت الهبة بتاعته مستوى الحظ ومكانته في القارة هيزيد بشكل كبير. الكلام ده بيبسط تيان جدا، بيقرر إن هو يوافق على المهمة. تيان ساعتها بيقول لجيو إن هو هيعالج أخوها، بس لما يروح يجيب الحاجات بتاعته جو بتنبسط جدا من الكلام ده وبتقول له إن هي هتستناه لحد ما يرجع لأن المتجر اللي هو داخله ممنوع دخول الفقراء فيه. بس تيان بيقول لها ان طالما هي معاه محدش هيعرف يمنعها. المهم بيوصلوا كلهم للمتجر، بس الحارس بيروح يرمي جيو بره لان ممنوع دخول الفقراء للمتجر بتاعهم. بس الواد لما بيشوف هالة القتل بتاع تيان بيقرر ان هو يسيب البيت تدخل معاه، ولما بيدخلوا جيو بتكون مصدومه من ضخامه المكان والعناصر اللي فيه لحد ما بتقع عينيها على الحبه دي واللي بتكون قادره على علاج السموم. فبيقول لها تيان ان هي مش محتاجه للحبوب دي ولما هيروحوا بيتها هيقدروا يعالجوا اخوها. بس فجاه بيجوا كونج عندهم وبيطلب من الحراس ان هم يطردوا جيو من المكان
المكان. تيان بيسأله هو ليه عاوز يطردها. الحارس بيقول له ان طالما هي ما معاش فلوس فما ينفعش تقعد هنا، وعلى طول بيطلع تيان عملة ذهبية وبيديها لجيو. بس ده بيعصب كونج اكتر وبيروح ينادي على صاحب المحل. ساعتها بيجي لينج صاحب المحل وبيسأل عن اللي بيحصل. كونج بيقول له ان هو عاوز تيان واللي معاه يمشوا والا هيخرج من المكان. فبيخاف لينج من تهديده وبيطلب من تيان واللي معاه ان هم يمشوا دلوقتي. شين بتكون هتروح علشان تتخانق معاه، بس تيان بيقول لها ان مفيش داعي للكلام ده وبيخليهم يخرجوا كلهم من المكان. وبره المتجر بتعتذر جيو لتيان على اللي حصل، فبسببها تم طردهم من اكبر سوق في المدينه. بس تيان بيقول لها ان مفيش داعي للي هي بتعمله، فهم يقدروا يشتروا من اي متجر تاني وياخدوا كل اللي هم عاوزينه. بعدها بيروح تيان عند تاني اكبر متجر في المدينه وبيعرض عليهم الاسلحه الروحيه بتاعته. فبيدي النظام مهمه لتيان وبيطلب من تيان يساعد مالك المتجر ده علشان يكون الاكبر في المدينه. المهم بتيجي صاحبه المتجر اللي بيكون اسمها وي، واللي لما بتشوف الاسلحه اللي مع تيان بتكون مصدومه من جودتها العاليه، فبتقرر ان هي تعمل اي حاجه علشان تكسبه في صفها. وعلى طول بتقدم ليه عرض ان هو يشتغل معاها. تيان بيقول لها ان هو مستعد يعمل كده بس بشرط واحد، وهو ان الاسلحه اللي هيباع عندها لازم تكون ارخص من متجر لينج. وبتقول له ان هي موافقه طالما الموضوع مناسب ليه. في الوقت ده بيكون لينج قاعد مع كونج وبيساله عن ميعاد الشحنه بتاعه الاسلحه بتاعته. كونج بيقول له ان هو هيبعتها ليه في اقرب وقت، لحد ما بيجي الخادم بتاع لينج وبيقول له ان المحل المنافس ليهم بدا يبيع كل الاسلحه بربع ثمنها. فبيتصدم الاتنين من الكلام ده لان المبلغ قليل جدا وبالعافيه يعرف يغطي فلوس العناصر بتاعه السلاح. فبيقرر لينج ان هو يشتري كل الاسلحه من وي علشان ياكل السوق. بتعدى 4 ايام وبنشوف لينج بيكون هيتجنن حرفيا لانه هو فضل يشتري كل الاسلحه بتاعه وي، لكن هم لسه مستمرين في بيع الاسلحه بسعر منخفض. بنرجع لوي اللي بتكون عايشه في انجح ايامها، فبسبب الاسلحه عاليه الجوده بتاعه تيان المتجر بتاعها بقى مشهور جدا في المنطقه، وده بيخلي وي تستغرب جدا فازاي تيان ماهر قوي كده في الحداده رغم مستوى صقله الضعيف. ساعتها بيكون تيان خلص الدفعه الجديده بتاعه الاسلحه وبيكون قدر ان هو يرفع من مهاره الحداده بتاعته للمستوى المتوسط. فبينبسط تيان جدا لان هو كده يقدر يصنع اسلحه ربحيه عاليه الجوده. بعدها بيروح تيان عند اخو جيو علشان يعالجه، بس بيلاقي ان السم دخل في جسمه بشكل كبير. فبيطلع تيان النار الروحيه بتاعته وبيروح علشان يطلع السم من جسمه، وبسبب القوه العظيمه دي بيقدر تيان انه يخرج السم من جسم اخو جيو بشكل كامل. فبتشكره جيو على مساعدته وبتوعده انها ترد ليه الجميل في المستقبل. وبالليل بيتفاجئ تيان ان معدل نجاح المعدات العاليه الجوده زاد فجاه، وده بيخلي تيان يفهم ان نقاط الهيبه هي اللي رفعت من فرصه نجاح العناصر. في الوقت ده مساعد وي بيقول لها ان لينج بدا يبيع الاسلحه المتوسطه بسعر ارخص منهم، ومش بتكون مهتمه قوي بالكلام ده بالذات ان هي طلعت ربح كبير لحد دلوقتي. بس تيان بيقول لها ان هو هيخليهم يبيعوا الاسلحه عاليه الجوده بربع الثمن بتاعه، وبتقول له ان ده شبه مستحيل، فالاسلحه عاليه الجوده فرصه نجاحها قليله جدا وده هيعمل ليهم خسائر بالعبيط. بس تيان بيقول لها انه يقدر يعمل الاسلحه دي من غير ما يخسروا اي حاجه. فبيروح تيان يفعل هاله الحظ بتاعته لحد ما بيقدر انه يرفع فرصه النجاح ل 100%، وعلى طول بيعرف يعمل سلاح روحي عالي الجوده. بنرجع لجيانج اللي بيكون مشلول من الوضع بتاعه، فبسبب بيعه للاسلحه بالسعر الرخيص ده هو عمال يخسر فلوس كتيره جدا. بس عشان هو ابن حلال ويستاهل بيجي الخادم بتاعه وبيقول له ان محل وي بيبيع الاسلحه عاليه الجوده بربع الثمن الاسلحه بتاعتهم. الراجل بيكون هيتشل من كلامه لان الاسلحه عاليه الجوده غاليه بشكل مرعب وحتى هو مش هيستحمل الخساره دي كلها. وعلى طول بيسال عن اسم الحداد اللي عمل الاسلحه دي. الخادم بيقول له ان تيان هو اللي عمل كل الاسلحه دي. فبيتفاجئ لينج من الكلام ده وبيسال كونج ازاي التعبان زي تيان عرف يغلبه. بس كونج يا عيني مش بيكون لاقي كلام علشان يقوله. الخادم ساعتها بيكمل كلامه وبيقول له ان تيان قدر يعمل 10 اسلحه عاليه الجوده مره واحده. لينج بيتجنن من الكلام ده وبيطرد كونج من المكان. اللي حصل ده بيخلي كونج يشتعل من الغضب وبيروح بعت واحد من القتله علشان يخلص على تيان. الوقت ده بيكون تيان بيشوف الاحصائيات بتاعته وبيلاقي ان هو وصل للمستوى الرابع من عالم صقل الروح ومهاراته زادت بشكل كبير جدا لحد ما بيلاقي اشعار خطر من النظام. فبيفعل تيان درع السماء بتاعه وبيقدر ان هو يعكس الهجمه بتاعه القاتل. فبيروح تيان عند القاتل وبيساله عن اللي بعته، وعلى طول بيطلع القاتل سلاحه وبيهجم على تيان. بس تيان بيقدر انه يتفادى الهجوم بكل سهوله، وعلى طول بيجمد تيان الراجل بالسلاح بتاعه وبيكسره حرفيا، وده بيخلي تيان يكسب نقاط خبره ومهاره التسلل ومعاها سلاح مميز. فبينبسط تيان من العناصر الحلوه اللي خدها. بعدها بيلاقي خاتم التخزين ده قدامه فبيروح علشان يشوف ايه اللي جواه، ولما بيطلع تيان اللي جواه بيلاقي حبوب واسلحه منخفضه المستوى، وده بيعرف تيان ان كونج الخنزير هو ورا كل اللي حصل. على طول بيروح يستخدم مهاره الاختفاء علشان يدور عليه. في الوقت ده بيكون كونج مستني تحت لحد ما يخلص القاتل المهمه. كان ساعتها بيكون متضايق وبيفكر هيعمل ايه في الحيوان من الجزمه ده لحد ما بيلاقي مهمه من النظام بتطلب من تيان ان هو يروح يخلص على كونج. فبيطلع تيان السلاح بتاعه
معاه وبيروح علشان يخلص عليه. بونج بيترعب من الوضع وبيحاول ان هو يهرب، بس تيان بيروح مغفله وبعته على اللوبي، وده بيخلي تيان ياخد 200 نقطة نظام ومعها المطرقة الملكية. بيرجع بعدها تيان للمتجر وبيعرف وي كل اللي حصل، فبتروح وي تعتذر ليه وبتقول له ان هي مستعدة تعمل اي حاجة علشان تعوضه، بس تيان بيقول لها ان مفيش داعي للكلام ده لان القاتل اللي حاول يقتله كان مستواه عالي جدا ومحدش كان هيعرف يعمل معاه اي حاجة. المهم بيقول لها تيان ان هو ناوي يمشي دلوقتي علشان ما يعملش مشاكل، ومش بتعترض على كلامه وبتقول له ان المتجر بتاعها مفتوح ليه في اي وقت، لحد ما فجأة بيجي المساعد بتاع وي وبيقول لها ان تلميذ الطائفة الملكية بيقول ان الاسلحة بتاعتهم طلعت مزيفة. الكلام ده بيفاجئ وي جدا لان الطائفة الملكية هي فخر الحدادة في المنطقة، وطالما هم قالوا حاجة الناس هيصدقوهم بدون اي تشكيك. فبيفهم تيان ان في حد ورا كل اللي بيحصل وبيقرر ان هو يدور في الموضوع علشان يعرف هويته. بس ساعتها بيجي الناس اللي اشتروا الاسلحة وبيطلبوا من وي ان هي ترجع لهم فلوسهم، وده لان هم فاكرين ان وي نصبت عليهم وبعت لهم اسلحة مزيفة. فبتحاول وي انها تروح تتفاوض معاهم، بس تيان بيقول لها تدي لهم الفلوس بتاعتهم، وده بيخلي وي تستغرب من كلامه وبتساله هو ليه خلاها تعمل كده. فبيقول لها تيان ان هو عارف هو بيعمل ايه وبيوعدها ان هو هيخليها تاخد 10 اضعاف الفلوس اللي هي دفعتها. بعدها بتروح وي عند لانج وبتساله هو ليه نشر الاشاعات دي عن الاسلحه بتاعتها، بس لانج بيقول لها انه ما يعرفش حاجه عن اللي هي بتقوله، لحد ما بيجي تلميذ الطائفه الملكيه الحرفيه واللي بيطلع اسمه بينج. المهم بيقول لها بينج ان هو فحص الاسلحه بتاعتها، بس لقى ان الاسلحه بتاعتها مزيفه، بالذات ان هي بتتباع بسعر رخيص جدا. ساعتها بيدخل تاني عليهم وبيقول له ان هو كذاب وما شافش الاسلحه بتاعته اصلا، وعلشان يثبت كلامه بيتحدى بينج في قتال بالاسلحه بتاعتهم، واللي هيكسر السلاح التاني الاول هو الكسبان. فبيضحك بينج على كلامه وبيقول له ان هو مستعد يقبل التحدي بتاعه، بس لو كسب هيكون تيان الخادم بتاعه للابد. فبينبسط تيان وبيوافق على طلبه، فبغض النظر عن قوه خصمه هو مستحيل يخسر مهما حصل. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟